لو رجعت بالزمن لسنة 1999 وقلت لنفسي وانا طفلة عندها 5 سنين اننا هنكون هنا في يوم من الايام، مستحيل كانت هتصدقني ان احنا بقينا عايشين جنب البحر، بنشوف الشمس كل يوم وبنقضي وقت مع العيلة، والايام ساعات بتبقى جميلة وبطيئة وبنرتاح. اما رحت اعيش جنب البحر اكتشفت ان انا سمكة لو خرجت من المية بموت. وده احساسي دلوقتي حالا وانا في القاهرة، ان انا مش عارفة اتنفس. الايام صعبة بس الحمد لله بتعدي. انا وحشني قوي ان انا افلوج. انا اول لما جيت القاهره كنت قاعده مع اختي، وبعدين دلوقتي اجرنا مكان نقعد فيه احنا كعيله بس. دي اوضه النوم، امبارح نمنا جنب بعض، وعايزه دلوقتي اروح اعمل قهوه واطلع على العباسيه علشان اعمل اوراق وحاجات كده لجواز السفر. بس الاول عايزه اعمل قهوه. الاضاءه هنا في البيت ده مش احسن حاجه بصراحه، مفيش حاجه في البيت ده مفيش حاجه في البيت ده عجباني، والصور ملهاش اي علاقه بالواقع بجد. البيت غير صالح خالص ان اي حد يفلوج فيه، بس انا هفلوج برضه. دلوقتي هقعد اعمل سندوتشات لجوزي عشان هو قاعد بنسيم من بدري. قبل ما اعمل القهوه بتاعتي بعمل سندوتشات لجوزي. You're welcome. انا قلت ان احنا هنروح النهارده نعمل ورق، بس واقعيا احنا مش هنروح نعمل حاجه. جوزي قال ان هو مش قادر، وانا ما عرفتش اصحى بدري زي ما انا كنت عايزه، فمش هنروح. انا اسفه لو الفيديو ده هيبقى عشوائي قوي والاصوات، انا مش هتاسف، انا ببذل قصارى جهدي، مش هتاسف. بصوا شعري، هغسل سناني دلوقتي. قهوه بتاعت مامي. انا عملت لنفسي سندوتش ديك رومي وجبنه، وعلشان ما عندناش اي صوص حطيت زبادي عشان ما يخليش السندوتش ناشف كده. نسيت اجيب سكر كمان، وانا بحب اشرب القهوه بتاعتي مسكره دايما، بس عايزه ادوقها. هخلص فطاري واشرب القهوه واحكي لكم اكتر عن ايه اللي بيحصل، عشان اشرح العشوائيه دي كلها في ايه. انا عارفه ان الفلوج دي كانت عشوائيه قوي، او البدايه بتاعه الفلوج دي كانت عشوائيه قوي، بس شكرا للناس اللي طولت بالها معايا. انا حابه احكي عن اللي بيحصل. انا واخواتي كان بقالنا 3 ايام تقريبا قاعدين مع بعض في بيت اختي، وكان بيحصل ما بيننا احتكاكات كتير في الكلام، ومعظم الوقت كان الاحتكاك ده بيبقى جاي مني، علشان انا شخص بيعمل كده. انا دايما شخص ما بيشوف في حاجه غريبه بقى اللي هو في ايه، هو الموضوع ليه غريب كده، او لما بحس ان الطاقه مش متظبطه ما بيننا او في حاجه كده، دايما انا الشخص اللي بيفتح المواضيع ويقول هو يا جماعه ايه اللي بيحصل. دايما انا الشخص اللي بياخد باله من الحاجات حتى لو الشخص اللي قدامي مش واخد باله منها. يعني هدخل في الموضوع على طول. انا واخواتي كان بقالنا فتره قاعدين مع بعض، وبعد كده بدانا كلنا نحس بنوع من انواع الشد كده او التوتر او التنشن، وبعدين انا عبرت عن ده لاخواتي وعن اني مش مستريحه قوي من 1 2 3 4، او مش عارفه اوصف الموضوع ازاي، يعني مش عارفه اتكلم في الموضوع ازاي بصراحه. دايما الحاجات الشخصيه قوي بس في نفس الوقت مهمه، مش ببقى عارفه ابتدي الكلام فيها منين. انا واخواتي واحنا بنكبر ما تعودناش ان احنا نكون قريبين قوي كده من بعض. احنا كنا اشخاص مستقله جدا بذاتها، كل حد بيبقى قاعد في اوضته، كل حد عنده حياته، كل حد عنده صحابه، ما كناش قريبين قوي من بعض. وبعدين لما كبرنا اكتشفنا ان احنا ما كناش قريبين قوي من بعض، وحبينا ان احنا نغير ده لان احنا وعينا زاد قوي. بس بعد لما بدانا نقرب في حاجات كتير بنكتشفها دلوقتي، وبنحاول نتعامل معاها، وبنحاول ان احنا نتعرف على بعض اكتر بعد ما قررنا نبقى قريبين. عايزه اقول ان القرب مش دايما سهل. بعد ما كانوا اشخاص بعاد عن بعض ان هم يقرروا ان يوطدوا علاقتهم، الموضوع اصعب من ما احنا كلنا توقعنا. ومش ده بس، احنا كمان كنا بعاد عن بعض قوي، فما اضطريناش ان احنا يكون في ما بيننا وما بين بعض اي نوع من انواع الحدود. ما عرفناش مثلا الشخص اللي قدامي ده يقدر يتحمل مني قد ايه وما يقدرش يتحمل مني ايه، راي معين وامتى رايي هيجرح الشخص اللي قدامي، حاجات كتير كده عشان احنا ما كناش قريبين. ما عرفناش ازاي نشكلها او ازاي نتعامل معاها. واحنا مش عارفه اتكلم بالعربي خالص يا جماعه، انا اسفه، مش عارفه اقول ايه، زائد ان انا متوتره جدا. بسم الله. فبعد ما انا واخواتي قعدنا مع بعض 3 4 ايام، انا اتخنقت، هم اتخنقوا، وكل حد فينا كان اللي هو في ايه اللي بيحصل. بس بعدين اتكلمنا مع بعض واكتشفنا انه على فكره هي مش حاجه سهله ان احنا التلاته نفضل قاعدين 24 ساعه في اليوم في وش بعض ليل ونهار. انا بقى ليا عيلتي، واختي اللي اصغر مني بقى ليها عيلتها، واصغر واحده بس هي اللي لسه عايشه مع بابا وماما عشان هي لسه متخرجه من الجامعه. حتى وهي عايشه مع بابا وماما برضو بنبقى مستقلين قوي في البيت، يعني مش دايما بناكل كل وجبه مع بعض. احنا مش من نوع العيله ده، او اتربينا كده يمكن زمان زمان زمان. بس اختي الصغيره
في فرق سني بيني وبينها مثلا 9 سنين، فعقبال ما هي جت ما بقاش الامر بنفس الطريقه. بس فقررنا انه انا وجوزي وابني هناخد شقه ونستقل بنفسنا شويه، لان انا حسيت ان هي حاجه غريبه قوي ان احنا كعيله نبقى قاعدين في بيت عيله تانية اللي هو بيت اختي، وكمان جوزي كان قاعد عند مامتي علشان جوز اختي ما كانش موجود، فكان في لخبطه كتيره قوي بتحصل. فاللخبطه دي ما كانتش نافعه خالص بالنسبه لي، بالنسبه لعيلتي انا، وكانت مخليه الموضوع متوتر قوي. بس فقررنا ان احنا نعمل حاجه ان هي نفصل القوات وكل حد يبقى عنده مساحه شخصيه، مش علشان احنا مش بنحب بعض، بالعكس احنا بنحب بعض جدا، وساعات من كتر ما احنا بنحب بعض بنتحمس قوي لوجود الاخر لدرجه ان احنا مش بناخد بالنا من نفسنا. بفضل قاعده مع اختي ليل ونهار وبعد كده مش باخد بالي ان هو ايه ده، انا محتاجه ارتاح اصلا عشان انا تعبانه جدا مع ابني بيدخل ينام وبروح اقعد ارغي مع اختي او اتكلم معاها او اعمل ده او اعمل ده، وبدل ما ارتاح فبلاقي نفسي في اخر اليوم تعبانه قوي ومش فاهمه ليه. الراحه او المساحه في العلاقات القريبه قوي اللي احنا بنحب فيها الناس مهمه برضو. مامتي قعدت تقولي ليه ما تجوش تقعدوا معانا، قلت لها علشان انتوا حياتكم شكلها مش شكلنا خالص، مش شكل شبه حياتي انا وجوزي وابني. ابني عنده روتين معين علشان يكون طفل الى حد ما اعصابه هاديه، مع انه ابني ما شاء الله بجد نشيط جدا جدا جدا. ابني من نوع الاطفال اللي هو عايز دايما يتحرك 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 ويلعب كوره ومش عارفه ايه، هو شخص كده مش عايز يقعد. وابني كمان ما تعودش انه في تلفزيون في البيت، ما تعودش ان في راديو في البيت، احنا عمرنا بنشغل اي حاجه في بيتنا في دهب خالص. حياتنا مختلفه جدا عن القاهره وتكاد تكون النقيض. ابني مش متعود ان هو يقعد جوه بيت اساسا. احنا في بيتنا في دهب وحرفيا ابني بيصحى من النوم بيزق الباب بيطلع في الساحه الصغننه اللي قدام، يشوف بقى حد من صحابه موجود عندنا في البيت الصبح، يشوف بقى خرطوم المايه يمسكه يسقي بيه الزرع، اي حاجه. هو طفل بيحب الاوت دورز، بيحب يبقى بره، ما بيحبش يبقى جوه. وبس مش بيحب، هو مش متعود، هو ده كل اللي هو عارفه. فكنت بشرح لمامتي انه صعب قوي ان انا اخد عيلتي باللي هي متعوده عليه واحطها في بيئه مختلفه عنها تماما، ده هيسبب لنا كلنا توتر. وانا قلت لها برضه انا مستغربه قوي ليه 2 عائلات يفضلوا قاعدين في نفس البيت، حاجه غريبه قوي ان انا وجوزي وابني نروح نقعد مع مامتي اللي هي بيتها مصمم علشان عيله واحده فجاه يبقى في عيلتين كده يعني. بس مامتي طبعا قالت لي لا عادي، في ناس كتير بتروح تقعد مع امهاتها في الاعياد وبيفضلوا قاعدين في نفس البيت وبيقضوا وقت طويل قوي. بس انا اكتشفت انه دي حاجه مش ليا انا، عادي مفيش حاجه غلط في الموضوع ده. مش معنى كده ان انا مش بحب امي، بالعكس انا بحبها جدا وبموت فيها هي وبابايا وبحترمهم جدا 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 لاقصى درجه. بس مش دايما الحب معناه قرب، ده بتعلمه دلوقتي. او مش قرب بالنسبه لي، ده مش قرب بالنسبه لي، دي لازقه نوعا ما. بالنسبه لي ده مش قرب، مش محتاجين نكون في نفس المساحه 24 ساعه عشان نكون قريبين من بعض احنا كعيله يعني. الموضوع ده ما اعتقدش ان هو بيحصل قوي مع الصحاب، حاسه بيحصل اكتر مع العيله. هو ان هو ما انتوا قاعدين، لا مش عايزه اقعد 24 ساعه في شخص قدامي او في تلفزيون شغال سامعين الهدوء، ده اللي انا متعوده عليه. بس المهم يعني جينا اجرنا البيت ده من على ابلكيشن كده اسمه اير بي ان بي. اللي هيقول لي اير بي ان بي مقاطعه هقول لهم شكرا، ما كانش عندي اختيار تاني، يا ريت نهدى شويه، ما كانش عندي اختيار تاني. الاقي شقه تانية اجرها فين؟ جيت اجرت البيت ده من على اير بي ان بي، ومع الاسف ما طلعش اي حاجه زي الصور. وبعدين قعدت افكر هو احنا ليه كده؟ احنا ليه كشعب مصري او كعرب عندنا القدره دي على اننا، هو ده بالنسبه لي كذب بصراحه، ان انا احط صوره مش مماثله للطبيعه، ده كذب او بيسموه ايه، غش ممكن. انا حاسه ان انا اتغشيت يعني. صوره المكان ده كانت حاجه وجيت لقيته حاجه تالته خالص، حاجه تانية خالص مش شبه الصور. ده اول حاجه. ثانيا لقيت المكان قذر قوي، مش متاكده ده ليه، علشان احنا كعرب او كمصريين فكرتي عننا ان احنا مش قذرين. انا بالنسبه لي ما اعرفش انا بحكم على عيلتي ولا لا، بس انا بالنسبه لي المصريين بعد ما قابلت الاجانب طبعا وقابلت منهم كتير، بالنسبه لي المصريين نضاف وزي الفل. بس عامه ما اعتقدش في اماكن بروحها بتبقى قذره قوي. بص بصراحه الاماكن اللي بيبقى ماسك ادارتها رجاله بتبقى قذره بمنتهى الصراحه. انا بحس انه الستات نضاف فله، بس لما راجل بيمسك اداره مكان، المطاعم والحاجات دي اللي في دهب مثلا على البحر اللي كلها رجاله في رجاله في رجاله، بحس ان هي بتبقى قمه في القرف. مش عارفه ليه الرجاله مش فاهمه ازاي تنظف كده. لا بصراحه انا عارفه ليه، عشان امهاتهم ما علمتهمش النظافه. انا بخلي ابني ينظف من دلوقتي، ابني عنده سنه وبنظف قدامه، بمسكه حاجه كده جنبي يعمل كانه بينظف هو كمان زيي. يا ريت تعلموا اولادكم النظافه، ولاد او بنات، تعلموهم ازاي ينظفوا بجد، عشان الموضوع كده مش نافع. كميه المرات اللي بسمع فيها اصل جوزي مش بيعرف ينظف، اصل جوزي مش بيعرف يطبخ. لا يا حبيبي اتعلم يا بابا، اتعلم كده عشان تكون معتمد على نفسك. انت ازاي راجل مش عارف تعمل الحاجات دي؟ ازاي يعني؟ يا الرجوله جايه منين؟ او الرجوله معناها ايه؟ مش عارف تعتمد على نفسك؟ ايه ده انت طفل خالص بيبي. بس المهم يعني ان انا اتصدمت انه المكان هنا ما كانش متنظف خالص. مش بس كان ما كانش متنظف، كان قذر لابعد درجه. مش عارفه الراجل اللي اجر لنا البيت ده ازاي ما عندكش دم ولا احساس ولا اتكسفت انه البيت مش نظيف. المهم يعني ان هو جه وقال انا هجيب شركه تنظف، وجاب شركه تنظف وبرده البيت مش نظيف قوي يعني. بعد ما الشركه دي جت نظفت، مش عارفه ايه حوار النظافه ده، واحنا كلنا ما بقيناش عارفين ننظف ولا ايه اللي حصل.
النظافه دي حاجه مهمه قوي 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 قوي، جزء من اسلامنا برضو. النظافه من الايمان، زي ما اتعلمنا انه المفروض المسلم هدومه نظيفه، بيته نظيف، بالذات لو هتستقبل ضيوف. صاحب البيت ده انا متاكده ان هو مسلم عشان اسمه محمد. بس ده كل الكلام اللي عندي، انه في حاجات كتير قوي مش متوقعه بتحصل اليومين دول، وتقلبات فوق وتحت. بس انا بحاول انه انا بقرا كتاب كده، اعتقد حد قال لي عليه، اسمه لانك الله. وامبارح قبل ما انام قرات اول كام صفحه، وكان مكتوب فيها انه اعلم ان اي صعوبه او اي مش عارفه ايه، يعني اي تقلبات انت بتواجهها جايه من ربنا سبحانه وتعالى. وساعتها تفتكر انه هو الصمد. الصمد جاي من الصمود، وان انا اصمد، وان انا افتكر ربنا، وافتكر ان كل حاجه يعني وحشه او سيئه او صعبه بتيجي فهي منه وهي فيها حكمه. فده انا بحاول اركز عليه دلوقتي حالا. ما عنديش اي فكره اليوم هيمشي ازاي، بس اللي انا عارفه ان انا متحمسه قوي ان انا اصور، متحمسه قوي ان انا فلوج، قوي 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 قوي. اخواتي بيشجعوني جدا ان انا فلوج، شكرا ليكم، بحبكم قوي. دايما لما اقول لهم ايه ده انا شايفه ان الفلوج دي خرا مقرفه، اختي بتقولي بالعكس انا اتسليت جدا، فبقى اللي هو ايه ده شجعتيني، ماشي هكمل. هقوم دلوقتي استحمى عشان الجو حر موت، وبعدين هشوف هعمل ايه في يومي. ما عنديش اي فكره، واخدكم معايا. قصتي دلوقتي بقت واصله لطول، مش عارفه اعمل فيها ايه. اجيبها على الجنب، انزلها تحت، اعمل ايه بحيث انه كده شكلي اللي هو طفله مستنيه تروح المدرسه الصبح، بصراحه شعرها ونازله المدرسه. بفكر اعمل ضفيره، ان انا اعمل ضفيره عمياني. ده صعب قوي، ان هو انا ما بقاش شايفه انا بعمل ايه، صعب قوي. بس الكاميرا هتشوف بنشوف شكلها هيطلع عامل ازاي. انا شفت حاجه على بينترست عامه وحابه اجربها، تعالوا نشوف كده. حاسه الموضوع فشل. هجرب تاني، نجرب تاني، نجرب تاني، ما حصلش حاجه. Why are you laughing at me? Do you want to tell the camera where we're going? Right now we're going to the mall for the 1000th time in Egypt, in Cairo. Never seen malls like this in my life. Never walked so much in my life through a mall. Yesterday, wallah, I had to go to the pharmacy. They asked me for my passport. It's Really? crazy. It's so far. It's so big, these malls. احنا رايحين المول تاني. يلا بينا. احنا عايزين ناكل حاجة، واقرب مكان ممكن ناكل فيه تاني مول. انا حاسه ان انا بدات ازهق قوي من المول. اول لما جيت قلت بتحمس عشان بروح مره ببقى اللي هو خلاص بقى هنروح كام مره. كل حاجه في المول عايزين حاجات، عايزين مطعم بره، مش لازم كل حاجه في ايه كفايه كفايه. انا عارفه اللي انا بصوره وانا في القاهره ده ملوش اي علاقه بحياتي في دهب جنب البحر خالص، بس انا حابه اشتري شوية حاجات عشان الصيف. عادي انا بنت وساعات ببقى عايزة اروح اشتري هدوم برضه. سوري مش سوري. مقاسه حلو بس قصير قوي مع الاسف. هي الحاجة يا اما مقاسها كويس من هنا وقصيرة قوي، يا اما من هنا واسعة قوي مبينة كل حاجة وطويلة. مش معقول. شركات الهدوم يا ريت نعمل احسن من كده ماشي، عشان الستات اتخنقت خالص. انا مش بعرف اشتري اي حاجة وانا جعانة، فجينا ناكل هنا اكل هندي في مطعم اسمه مهراجة. orange sauce. الزاوية بتاعت التصوير عندي تبقى غريبة شوية عشان دايما نسيم على حجري. لما بصحى من النوم بقول لاختي كل يوم بالليل ببقى عايزه انام ومش قادره ادخل انام او مش جايلي نوم، وبعد اقول لاختي مش عارفه ليه مش بنام، يمكن عشان بشرب كوبايتين قهوه في اليوم. غالبا بس انا عايزه اشرب كوبايه قهوه كمان. مش عارفه اعمل ايه في نفسي بجد. بحب القهوه زي عينيا رغم انها بتتعبني. بس النهارده اكلت ساندوتش مع القهوه، ما بشربش قهوه لوحدها. الحمد لله بقيت كويسه ان انا ما بشربش قهوه كتير عادي، بس بشرب كتير في اليوم. نسيت الايس كريم. ده جزر وكاجو. يام. ازاي الجزر طعمه حلو مع الايس كريم؟ بصراحة القهوة هنا مش حلوة. الأماكن بتكتب إن هي متخصصة في القهوة، والقهوة يعني عادية قوي. ليه؟ عايزين نروح بسرعة. بسرعة.
انا عارفه ان الاضاءه وحشه قوي، انا اسفه، بس الاكل ده بجد تحفه. اختي اللي طبخته، انا متحمسه قوي ان انا اكله. انا هاكل لحمه بايديا، يا ريت محدش يقرف. الاكل البيتي مفيش زيه بره والله العظيم. والله تصبحوا على خير، اشوفكم بكره. باي باي. صباح الخير. النهارده تاني يوم احنا هنروح دلوقتي نعمل الورق المفروض نعمله. انا اشتريت الطقم ده امبارح. ثانيه هوريهولكم. بس يمو اصلا هينام. اشتريت الطقم ده. انا بحب قوي البس حاجات مقلمه مع مع نمط، مع باترن، معرفش اسمه ايه بالعربي، مع نمط، مع طبعه، بحب قوي اميكس كده. تاني انا في اول فيديو تقريبا حطيته على اليوتيوب قلت الجمله دي، لابس الوان كتير قوي انا سلطه. الناس اللي عارفه الجمله دي منين اصحابي. انا مش عارفه ليه قررت ان انا هفلوج واحنا رايحين نعمل ورق، مش عارفه ايه المسلي في كده، بس انا عايز اصور قوي. يا قطة جميلة حلوة. لازم اعترف لكم بحاجة، انا رحت النهاردة الهجرة والجوازات عشان اطلع تصريح سفر، ونسيت الباسبور بتاعي في البيت. الحاجة الوحيدة اللي كان المفروض اجيبها نسيتها، بس انا مش متضايقة، مش عارفة ليه. رحت اصلا لقيت المكان زحمة والناس فوق بعض، وبعد كده حسيت هو انا ايه اللي جابني هنا بدري كده عشان انجز نفسي؟ لا احنا نيجي متأخر ومفيش ناس وناخد حاجتنا تاني يوم وخلاص. مش عارفة ليه، يعني انا متضايقة ان انا جبت جوزي كل ده. يا جماعه احنا دفعنا في الاوبر 500 جنيه. لازم اقول الحقيقه، لازم اقول الجنب ده من الحياه. انا مش عايزه الناس اللي بتتفرج عليا تقعد تتوتر على الفلوس، بس لازم اقول الجنب ده من الحياه، ان احنا بنتوتر على الفلوس جدا واحنا في القاهره. بس بحاول اقول له ان احنا كل ده بنعمله في سبيل ربنا سبحانه وتعالى، فما نقعدش نركز في الفلوس، عشان لو ركزنا في الفلوس اللي بنصرفها هنتجنن بجد خالص. المهم ان انا جيت مكان لطيف قوي في المعادي فيه خضره، جبت نسيم عشان يقعد يلعب شويه لانه طول النهار قاعد في اوبر وفي العباسيه وحاجات كده. مش عارفه ليه بجد مش متضايقه، اقعد اكل حاجه حلوه واشرب القهوه بتاعتي، وممكن اقعد اعمل ستريتشات عشان البيت اللي احنا قاعدين فيه بجد من كتر ما هو مقرف، استغفر الله العظيم يا رب، معفن، ما فيهوش ولا سجاده، الارض سيراميك كده بس ومطربه وحالتها حاله. مش عايزه اشتكي، بس عايزه اشتكي شويه، عايزه اشتكي لمده لحظه عن البيت اللي احنا قاعدين فيه، عشان بجد كنت متحمسه قوي ليه وبعد كده ما طلعش لطيف. المهم ان انا ممتنه لاي حاجه بتحصل. المهم بقى هي حلوه يا وحشه، نسيت حاجه، اتكلفت فلوس، الحمد لله كل دي خطه ربنا. الكتاب اللي انا بقراه بتاع لانك الله ده الهمني جدا. اشتكي من ايه؟ اشتكي من ايه؟ ما عنديش حاجه اشتكي منها الحمد لله. بسم الله. الحمد لله بمعجزه من السماء نسيم نام، فاحنا هنقعد نعمل ستريتشات. ده روتين كامل لتمارين التنفس واسترخاء المفاصل، عملته بحيث انكم تعرفوا تمشوا معايا خطوة بخطوة. اقعدوا على سجادة مريحة، لو محتاجين تحطوا مخدة تحتكم او تسندوا ظهركم اعملوا كده. اهم حاجة تكون عضلاتكم مسترخية تماما ومركزين على النفس من بطنكم. في الشهيق بنمدد الحجاب الحاجز ونتنفس من اسفل البطن، وفي الزفير بينكمش تماما ويطلع تاني قريب من المعدة وبنخرج كل الهواء اللي جوانا. اول حاجة هنبتدي بيها هي صوابع رجلينا. هناخد شهيق ونمددهم نرفعهم لفوق اتجاهنا، وزفير نتنيهم كأننا بنحاول نشاور على حاجة قدامنا. بعد كده هنعمل نفس الحاجة بس بالكاحل كله مش بس صوابعنا. اهم حاجة واحنا بنعمل التمرين ده ان احنا نكون مثبتين ركبتنا وبقية الساق ونحرك مفصل الكاحل بس. دلوقتي هنلف بالكاحل بتاعنا نعمل دواير، رجلينا الاتنين بيبصوا في نفس الاتجاه في نفس الوقت مش عكس بعض. بنبتدي بالدايرة مثلا مع قارب الساعة، وبعد كده نعكس الناحية التانية، ناخد شهيق لما الدايرة تكون ناحية وشنا، وزفير وصوابعنا بتشاور بعيد عننا، ونعمل الدواير دي بالراحة، مش مهم نتسرع خالص. هندخل على مفصل الركبة، نرفع رجلينا شوية من على الأرض ونشاور لقدام، ناخد شهيق
وبعدين زفير نلم رجلينا ناحية صدرنا وكأننا بنحاول نخلي ركبتنا تلمس كتفنا مجازا مش حرفيا. ما تخلوش رجليكم مرفوعة قوي عن الأرض، حتى لو رفعتوها سنتي واحد بس. شوفوا ايه المكان المريح بالنسبة لكم وخلوا رجلكم ترتفع لحد الطول ده. بنعمل كل تمرين طبعا على الناحيتين، وعادي لو في ناحية أحسن من التانية أو في ناحية أصعب من التانية مفيش مشكلة. عشان كده احنا بنعمل كل حاجة على الناحيتين من جسمنا عشان نحاول نخليهم بنفس القوة أو المرونة. هندخل دلوقتي على الحوض، نربع رجل ونسيب الرجل التانية مفرودة، ونبقى رجلينا بنحركها بإيدينا ونرخيها تماما. مهم جدا ان احنا نرخي العضلات ونبقى بنحرك المفصل بإيدينا. برفع بإيدي لفوق وأحاول أزق بإيدي ركبتي لتحت، أحاول ان انا اخليها تلمس الأرض حتى لو هي في الواقع مش بتلمس الأرض. شهيق واحنا بنرفع الركبة لفوق، وزفير واحنا بننزلها لتحت. حركة بطيئة وبالراحة مفيهاش أي نتش ولا أي سرعة عشان نرخي المفصل بتاع الحوض من برا. ده تمرين للحوض من جوه أو زي ما بيسموها الضمة، اسمه الفراشة. نفس الفكرة زي التمرين اللي قبله. التمرين بيكون أسهل بكتير لو حطينا مخدة صغيرة تحتنا علشان الظهر يكون مسترخي تماما، مفيش أي ضغط على أسفل ظهرنا. ندخل على سلسلة الظهر. ثبتوا ايديكوا على الأرض وتاني صباع باصص لقدام. أول حاجة بنقوس ظهرنا تجاه الأرض كأننا عايزين نلمس الأرض بصدرنا ونبص لفوق، وبعدين بنقوسه في الاتجاه المعاكس. لما بنبص لفوق واحنا بنقوس الظهر هنا ياريت ما نشدش رقبتنا بزيادة، نوصل للمكان اللي رقبتنا بتكون مستريحة فيه. وبعد كده نسترخي خالص على الأرض، نحط راسنا وركبنا وإيدينا كل حاجة محطوطة على الأرض، وبنركز هنا على التنفس علشان ظهرنا في التمارين اللي قبل كده كان شايل وزن كتير. فدلوقتي بنرخي كل حاجة ما بين التمارين، بنرجع تاني لنفسنا. بعد كده هنقعد على 4 ايدينا وركبنا شبه الدب كده، وهنبتدي التمرين ده باننا نطلع ايد عكس رجل، فنمدد ايدينا اليمين قدام ورجلينا الشمال ورا، وبعدين نعكس ونمدد ايدينا الشمال قدام ورجلينا اليمين بتشاور لورا. ايدينا كأننا بنحاول نطول حاجة قدام وشنا، ورجلينا كأننا بنحاول نمددها تلمس حاجة ورانا. صوابع رجلينا بتكون مشدودة pointed كده كأنها بتشاور على حاجة ورا. ظهرنا في الوضعيات دي بيبقى مستقيم زي المسطرة، ما بحركش ظهري خالص. التمرين ده هيكون أسهل لو قعدنا على مخدة، ولو ركبكو بتوجعكو برضو حطوا مخدة ترفع الركبة اليمين اللي هي هنا في الهوا. بنلف رجلينا اليمين نحطها فوق الشمال، ونحاول نلف دراعنا، نرفع دراعنا لفوق ونلفه لورا عشان يحاول يلمس كتفنا اليمين. بنحاول نخلي كوعنا بعيد عن وشنا ومفروض تجاه السما فوق. بنعكس الوضعية ونروح الناحية التانية. اهم حاجة ان احنا بنثبت قدمنا واسفل ظهرنا وحضنا على الارض. حضنا مش بيكون طاير في الهواء ولا رجلينا طالعة من على الارض. وخليكوا في الوضعية دي طول ما النفس مريح وانتوا حاسين انتوا تمام. لو حسيتوا بعدم راحة اخرجوا من الوضعية دي على طول. هنغير وضع الجلوس ونحاول نقعد على الكاحل كده زي الوضعية اللي بنقعد فيها واحنا بنصلي للناس اللي بتصلي. ولو الوضع ده بالنسبة لكم صعب تاني برضو ممكن تقعدوا على مخدة او تربعوا رجليكوا او تقعدوا في اي وضعية تانية مريحة بالنسبة لكم. حتى في ناس ممكن تعمل ده على كرسي. دلوقتي هنمدد كفنا قدامنا، نفتح صوابعنا كلها، نحاول نمددها على الاخر بعيد عن بعض واحنا بناخد شهيق، وبعدين زفير. صوابعنا بتنكمش بس بندخل الابهام الاول جوه وبعدين بنقفل عليه بقية الصوابع، ونقعد نكرر التمرين ده 2-3 شهيق، ونفرد صوابعنا نمددها بعيد عن بعض كده كأنها شكلها عامل زي الشمس. وزفير بنضم كل صوابعنا على بعض ونضغط حاجة بسيطة على صباع الإبهام. دلوقتي هناخد شهيق ونفرد كفنا لفوق تجاه وجهنا، وبعد كده زفير هنحاول نتنيه لتحت على الآخر على قد ما نقدر. بنثبت دراعنا تماما وكتفنا. ممكن الكتف أو دراعنا يكونوا بيوجعونا شوية واحنا ماسكينهم في الوضعية دي، بس نحاول برضو نسترخي. هنقفل صوابعنا على بعض، مهم ان صباع الابهام لازم يكون جوه، وبعدين نلف الريست في دواير
نختار اتجاه نبتدي بيه الاول، وبعدين نغير الاتجاه ده للناحية المعاكسة. وحاولوا تعملوا التمرين ده بالراحة وتحركوا الريست والكف بس من غير ما تحركوا بقية دراعكوا ولا كتفكوا، عشان نفصل المفصل بتاع الريست ونركز عليه. هنفرد دراعنا لقدام، بس المرة دي صوابعنا هتكون مقفولة على بعض. ناخد شهيق وبعدين زفير، نتني الدراع وكوعنا يبص لقدام وكفنا يحاول يلمس كتفنا. نكرره مرتين او 3 ونبقى ماشيين ببطء، ما نفردش ونتني بسرعة. حاولوا تثبتوا صوابعكوا على كتفكوا وخدوا دواير ودراعنا متني. التمرين ده بنعمله عشان نفتح الصدر ومفصل الكتف والسكابيولا او لوح الكتف من ورا، فبنبقى مركزين بس انه كتفنا ياخد الحركة كاملة قدام وورا. نحاول نلف الدايرة كأننا نرسم دايرة بكوعنا، نحاول نكبر الدايرة على قد ما نقدر بس من غير ما نكون متنشنين او شادين عضلاتنا. اهم حاجة نحاول نسترخي وما نزقش نفسنا اكتر مما نقدر نتحمل عشان التمرين ما يقلبش بعكسه. ناخد شهيق من اسفل بطننا واحنا باصين قدام، رقبتنا وظهرنا مفرودين. زفير بنحاول ننزل دقننا لتحت الأقصى درجة ممكنة عشان نحاول نخليها كأنها هتلمس صدرنا. نرجع تاني نبص لقدام، ما بنبصش فوق في التمرين ده، نبص قدامنا بالظبط. ناخد شهيق وبعدين زفير، نرجع دقننا لتحت على الآخر على قد ما نقدر. بنثبت راسنا ورقبتنا عمودي على عمودنا الفقري. ناخد نفس واحنا بنبتدي في النص، واحنا بنخرج النفس بنميل رقبتنا تجاه اليمين كأننا عايزين ودننا اليمين تلمس كتفنا اليمين. بعدين بنرجع للنص تاني ناخد نفس ونروح اتجاه الشمال. اهم حاجة ان انا ولا ببص فوق ولا ببص تحت، وكتفي مستقيم وراسي في النص بالظبط. ما بحركش اي جزء تاني ولا صدري ولا كتفي، راسي بس اللي بتتحرك الاتجاهين وبترجع تاني تثبت في النص في الاخر. دلوقتي هنعمل نص دايرة براسنا ورقبتنا. بنبتدي في اي ناحية سواء اليمين او الشمال. بناخد نفس شهيق وبعد كده زفير بنخرجه بالراحة تدريجيا واحنا بنلف دقننا على صدرنا كأننا بنرسم نص دايرة. والوضع اللي احنا بنوصل فيه في الاخر هو ان احنا بنبقى باصين اتجاه كتفنا، مش بنبص ورا. لو عايزين تبصوا ورا ممكن حاجة بسيطة جدا بس من غير ما نشد رقبتنا. اخر تمرينين دول زيادة، مش لازم تعملوهم كجزء من الروتين، بس انا دايما بحبهم قوي علشان اول تمرين ده بيساعدني ان انا اشتغل على التوازن بتاعي والثبات الحركي، واكتر حاجة بتخليني فعلا ابص قدامي واحاول الاقي نقطة واحدة بس اركز عليها وابقى واعية جدا بنفسي. بيبقى نوع من انواع التأمل بالنسبة لي، بيبقى حاجة جميلة جدا بتساعدني ان انا استرخي. اهم حاجة انه حوضي يكون 180 درجة خط مستقيم باصص قدامي. رجلي اللي مرفوعة مسنودة على الرجل التانية بتكون يا اما فوق الركبة يا اما تحتها، ما بنحطش اي وزن خالص او اي ضغط على ركبتنا. ممكن تبدأوا بانكم تحطوا رجلكم التانية على السمانة تحت، هيكون اسهل بكتير التوازن. دي اسمها هيد ستاند، معناها الوقوف على الراس. التمرين ده انا بعمله عشان اساعد نفسي ان انا اقوي دراعاتي وظهري والكور بتاعي او المنطقة اللي هي بتاعة البطن دي، ونفسي في يوم من الايام اعرف ان شاء الله اقف على ايدي بس. ده جزئي المفضل في التمرين، لما بخلصه واستلقي على الارض مسترخية تماما وعمودي الفقري كل حاجة بترجع مكانها. بحب اغمض عيني علشان ما يكونش في اي حاجة حواليا تشتت انتباهي. اركز مع نفسي، اشوف قد ايه جسمي دلوقتي بقى مفتوح اكتر ومسترخي اكتر، وبستمتع بلذة كل الشغل اللي انا اشتغلته ده. وبقول لنفسي ان انا مقدرة قوي ان انا النهاردة حاولت اعمل حاجة علشان تفيد جسمي. ممكن تقعدوا في الوضع ده اطول وقت انتوا تحبوا تفضلوا فيه، ممكن توقفوا الفيديو وتسترخوا اكتر اللحظة دي. ان شاء الله هعمل فيديو تاني يكون فيه تمارين لوحدها بشرح اقل واسترخاء اكتر،
بس حبيت اتكلم هنا شوية حلوين علشان ادي تعليمات اكتر للناس اللي بتعمل ده لأول مرة. يا رب تكونوا استفدتم. لما نسيم نام قررنا انا وجوزي بطريقه مفاجئه قوي اللي هو يلا نعمل الاسترتشات بتاعتنا دلوقتي. وبعدين كانت معايا الكاميرا دي فقلت ان انا ممكن اصور الروتين كامل. كان نفسي اصوره لوحده واحطه في فيديو لوحده، ان شاء الله هعمل كده برضو في يوم من الايام. بس دلوقتي اتمنى انه ده يكون مفيد. في كذا حد طلبه عشان هما كمان بيعانوا وعندهم الم، فاتمنى الناس تستفاد. فدلوقتي اخدت نسيمه في العربيه بتاعته مشيه شويه علشان هو كان زهقان قوي ان هو قاعد في مكان واحد. الجو حر بصراحة مش هكدب، بس انا برضو حابة اتحرك شوية. سبحان الله مش عارفة الطاقة دي جات لي منين، بس انا ممتنة لها قوي الحمد لله. نفسي الاقي مكان كده بالصدفة بتاع قهوة واشرب قهوة ساقعة متلجة او عصير او اي حاجة. محتاجين محلات بتاعت عصير اكتر عامة، واهم حاجة يكون عندها تلج. كانت قهوة النهاردة محدش يفتن عليا. القهوة هي الحاجة الوحيدة اللي معيشاني دلوقتي او اللي مصحياني. انا عايزة انام. شعري ايه بقى؟ ايه يعني كده ولا كده ولا نعمل ايه بالظبط؟ الواحد محتار. ابني قاعد بينظف الترابيزه بالمنديل، بيمسح لهم الترابيزه الحمد لله. والمكان ده دوشه قوي. اسكت؟ ماشي هسكت. باي. اشتريت التيشيرت ده امبارح، النهارده وقعته بالقهوه. اشتريته امبارح وقعته النهارده. ها هي دي حياتي، عشان كده محتاجه اشتري لبس. مش عارفه اعمل ايه بجد. الدنيا صعب، الدنيا صعب جدا، بس يعني الحمد لله الحمد لله كله تمام.